السلام عليكم. انا بغيت غير نسول واحد الحكومه ديالنا فين كاينه، واحد المسؤولين فين كاينين. ما كاين لا تدوينه لا تغريده لا اجتماع عاجل لا اجتماع طارئ، وكأن زعما هذوك الناس اللي ماتوا زعما حثالات حيوانات، زعما حتى الحيوان عنده قيمه لا عند الله سبحانه وتعالى ولا عند المجتمعات اللي كتحترم راسها. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اخوان المغاربه، شي واحد اللي بدا يقول لك من المسؤولين السياسيين اللي منخرطين في التدبير ديال الشأن السياسي ولا التدبير ديال الشأن الحكومي، بقى يقول لك التوجيهات الملكيه والتوجيهات الملكيه والتوجهات الملكيه ونحن بصدد، يقولون على الله وعليك الكذاب المجرم الشفار، لانهم انت الذي تتحمل المسؤوليه، انت المسؤول الاول على القطاع ديالك. كاين توجيهات اللي مره الى وحلنا وحصلنا نعود الى المؤسسه الملكيه في شي مشكل كي نو ديباس، شي زلزال، شي كارثه. اما فيما يخص التدبير اليومي انت الذي تتحمل المسؤوليه، لان ملي كيقول لك التوجيهات الملكيه انت خصك تضرب طم، ما خصكش تهضر، لان السيدي يشتغل وفق التوجيهات الملكيه. وبالتالي يعني هادشي اللي كيديروا راه ما هو الا تنزيل حرفي لخطه رسمها جلاله الملك حفظه الله. لا حبيبي، جلاله الملك دارك تماك باش دير خدمتك ولا تمشي في حالتك، وجلاله الملك هو اللي قال لك لا اثق في جزء من الطبقه السياسيه، فما بالك بالمواطن المغربي. وبالتالي ملي تكون مشرف على قطاع ديال النقل ولا الصحه ولا الرياضه ولا اي حاجه ولا اي قطاع ولا تجاره ولا ثقافه ولا اعلام ولا شروع اي، انت هو لو جينيرال معلم، انت هو داك انت هو اللي كاين في لوبيراسيونيل، انت هو اللي خصك دير سياسه ودير برنامج، ومفروض ان كاين برنامج حكومي، والمفروض انه كاين برنامج ديال الوزاره ديالك، والمفروض انك دير استراتيجيه، والمفروض انك دير اهداف، وبالتالي تتحمل المسؤوليه ديال النجاح ولا ديال الفشل ديالها. اما فوقاش ما يهضر معنا شي واحد يهضر معايا يقول وفي اطار التوجيهات الملكيه، اي زعما ما تهضروش معايا، عندك شي واحد ينتقد وعندك شي واحد يهضر، يا نعمة الله وعليكم يا المجرمين. خدم وتحمل المسؤوليه ديالك وخذ الانيسياتيف كما كانوا كياخذوها الرجال شحال هذه، السي اليوسفي اخرهم بطبيعه الحال السي الوفا رحمه الله عليه. ولكن هذيك لا جينيراسيون ديال المسؤولين مشات. اما داك الشيء ديال الدول الاخرى والمواقف ديالهم والخوانجيه والتنظيم الدولي الاخوان المسلمين، هذا انا ما فاجئنيش بطبيعه الحال، ولكن ما فاجئني هو هذا الصمت ديالنا، وكأن هادشي اللي ما وقعش عندنا حنايا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دونك النقطه الاولى، خرجوا وهضروا وقولوا لنا شنو وقع، وها نتحمل المسؤوليه ونتاسف على الاقل عبروا غير على الاسف ديالكم بعدما عبرتم على الفشل ديالكم. النقطه الثانيه، تبقى تقول التوجيهات الملكيه الله يحفظك الوالدين، سيدنا عاطيك ان غروند مارج دو مانوفر، وكاين اختصاصات دستوريه للحكومه مهمه جدا. تحمل المسؤوليه وخدم، وانت اللي تحمل المسؤوليه، ماشي تجي الفاشل ويا الفشله، الا كانوا بعض الاستثناءات انا ما عارفهمش، ولكن تجي فاشل وكتخبى عمور هذا الشيء هذا ديال هذه توجيهات ملكيه. اسمح لي، انت اللي قال لكم مره اخرى وفي اطار التنزيق، قولوا الله وعليك الكذاب. السلام عليكم.